مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم بدنا نعمل اكلة برياني دجاج وكتير كتير رح تعجبكم، بتمنى تنال اعجابكم. مكونات طبعا رح ابين لكم انا بكل مرحلة شو لازم نجهز. المرحلة الاولى اللي هي مرحلة نقع الدجاج. رح نحتاج ل1 كيلو دجاج فريش مقطع وخالص. فيكم تستخدموا فخاد او صدور، او اذا عندكم دجاجة كاملة فيكم تقطعوها تستخدموها. رح نستخدم معنا معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فليفلة حمراء، معلقة صغيرة بودرة مسلة، ربع معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقتين صغار ملح، بالإضافة لمعلقة صغيرة زنجبيل مهروس. ورح نحتاج معنا كمان لما يعادل نص كاسة زبادي أو لبن مثل ما لنا شايفين. وهلا رح نبلش بالدجاج. رح نغسل الدجاج بالملح والخل، وبعدين نبدأ بتجهيز الخلطة الخاصة بالدجاج. ومثل ما لنا شايفين أنا هلا نقعت الدجاج بالملح والخل والمي، رح اضيفهم 5 دقائق وبعدين رح اغسل ونطفهم وننتقل للخطوة اللي بعدها. وهلا مثل ما لنا شايفين أنا غسلت الدجاج بالملح والمي والخل. بعد ما غسلنا الدجاج رح نبدأ بإضافة البهارات اللي حكينا عنها، رح نضيفها كلها للدجاج، ورح نضيف نص كاسة اللبن، ورح نخلط المكونات مع بعضها. وهلا مثل ما احنا شايفين بعد ما خلطناهم مع بعض راح خليهم بالثلاجة هلا لمدة ساعة. وخلال هاي الساعة طبعا راح نبدأ بتجهيز الخطوات الثانية من طبخة اليوم اللي هي البرياني. وهلا راح نبدأ بمرحلة تجهيز المكسرات لزينة البرياني. راح نحتاج معنا مكسرات منوعة. أنا راح استخدم اليوم عندي كاجو ولوز وصنوبر. فيكم تكتفوا بنوع واحد، ممكن تكتفوا بالكاجو بس او باللوز او بالصنوبر على راحتكم على ذوقكم يعني. راح استخدم تقريبا معلقتين كبار من كل نوع. راح استخدم الزبيب. الزبيب انا استخدمت تقريبا 6 معالق كبار. وراح استخدم تقريبا ما يعادل بصلتين كبار كمان الزينة. وراح استخدم معي 3 معالق كبار سمنة. وراح استخدم ربع كاسة زيت نباتي. وهلا راح نبدأ بالتجهيز. وهلا مثل ما احنا شايفين انا حطيت 3 معالق كبار سمنة. راح اضيف عليهم ربع كاسة زيت نباتي وخليهم يحموا شوي، ونبدأ بتقلاية المكسرات والزبيب والبصل. معنا راح نبدأ بالمكسرات وراح نقلبهم لبين ما ياخدوا معنا لون، وبعدين نرفعهم عن النار. وهلا مثل ما احنا شايفين لون المكسرات بلش يتغير معنا. انا رح ارفعهم على طرف ونبدا بتقلاية الزبيب كمان. وهلا بعد ما شلنا المكسرات راح نحط الزبيب ونحركه كمان على النار. شايفين ما راح نعيفه كتير، بس شوي على النار، تقليبة تقليبتين، ونرفعه على طرف. وهلا رح نرفع الزبيب على طرف. وهلا بعد ما شلنا الزبيب رح نحط البصل على النار ورح نقلبه لنحصل على لون بني. رح رشله انا رشة ملح للبصل اللي عم نقليه. نتابع التحريك فيه. وهلا بعد ما صار البصل عنا لونه بني مثل ما لنا شايفين، انا رح شيله على طرف
وننتقل للخطوة اللي بعدها. وهلا بعد ما شلنا البصل عن النار بنفس الزيت والسمنة اللي كنا عم نستخدمهم، راح نبدأ بالخطوة اللي بعدها اللي هي تجهيز هلا خلطة البرياني مع الدجاج اللي كنا حاطينه بالبراد. رح نحتاج لهي الخطوة تقريبا لعدد 3 بصل مقطع. رح نحتاج معنا لعدد 2 فليفلة خضراء أو حمراء أو منوعة اللي بتحبوه طبعا مقطعين. رح نحتاج معنا ل3 معالق كبار توم مهروس، 3 معالق كبار زنجبيل مهروس. رح نحتاج معنا لما يعادل تقريبا كفة الإيد فينا نقيسهم اللي هي كاري ورق أخضر. رح نحتاج معنا لنعناع أخضر وكزبرة خضراء. رح نحتاج معنا لما يعادل 4 حبات طماطم مقطعين. إذا الحبات طماطم عندكم صغيرة فيكم تستخدموا 6، إذا كبار 4 بكفي. وطبعا للدجاج اللي طلعناه من البراد. هلا بهي الخطوة رح نبدأ بإضافة البصل على النار ونتابع تحريكه لنحصل على بصل لين لبين ما يلين معنا البصل. طبعا راح نرش عليه شوية ملح للبصل. وهلا اول ما البصل يبدا يصير لين معنا راح نضيف عليه اللي هو الفليفله الخضراء المقطعه او الحمراء. انا خلط الاثنين مع بعضهم، فليفله حمراء وخضراء. راح نضيف كمان اللي هي 3 معالق كبار توم مهروس مع 3 معالق كبار زنجبيل مهروس، وراح نضيفهم على الخلطه. راح نحرك المكونات مع بعضها. وهلا بعد ما حطينا البصل مع الثوم والفليفله والزنجبيل راح نضيف عليه الدجاج اللي طلعناه من البراد ونحركهم مع بعض. راح صفي المرقه كلها وراح نبدا بتحريكهم مع بعض. وهلا راح نحركهم مع بعض لبين ما الدجاج يبدا ياخذ لون معنا. وهلا اول ما يبلش يغلي معنا الدجاج مع المرقه تبعيته راح نضيف الورق الكاري والنعناع والكزبره ونحركهم مع بعض. وراح نضيف البندورة والطماطم ونحركهم كلهم مع بعض. وهلا اول ما تبلش تغلي معنا الخلطة راح نهدي النار ونغطي الطنجرة ونعيفها تقريبا لمدة ساعة على نار هادية. بهي الأثناء هلا راح نبدأ بتجهيز رز البرياني. وهلا رح نبدأ بالمرحلة الأخيرة اللي هي تحضير البرياني. رح نحتاج منها ل3 كاسات كبار رز بسمتي نوعية ممتازة، طبعا ما بده غسيل، أنا ما رح أغسل الرز. رح نحتاج معنا تقريبا لربع جزرة مقطعة بشكل صغير مثل ما احنا شايفين. رح نحتاج معنا اللي هو زيت جوز الهند. طبعا زيت جوز الهند انا عم بستخدمه كبديل عن السمنه او الزيت النباتي هلا مع الرز. فيكم اذا ما هو متوفر عندكم فيكم تستخدموا زيت نباتي او سمنه مع الرز. راح نستخدم معنا كمان ما يعادل معلقه كبيره نعناع مع معلقه كبيره كزبره خضراء. راح نحتاج معنا كمان لمعلقه صغيره مسله بودره مع معلقتين ملح او حسب الرغبه. وهلا الخطوه الاولى راح نبدا بتحضير الرز. اول شيء راح نحط ما يعادل 4 كاسات كبار مي على النار ونستناها تغلي، وبعدين راح نبدا بتحضير الرز مثل ما راح نشوف. هلا مثل ما انا شايفين انا حطيت 4 كاسات مي على النار. راح اضيف عليها الجزر
وراح اضيف معلقة صغيرة من زيت جوز الهند. مثل ما حكينا اذا ما متوفر عندكم راح تضيفوا معلقة كبيرة من زيت نباتي او سمنة. وراح نضيف كمان اللي هن المعلقتين الصغار ملح. ورح نحركهم مع بعض. هلا رح نستنى المي تغلي. اول ما تبلش تغلي معنا المي رح ننزل رز البسمتي عليها مثل ما رح نشوف. وهلا اول ما بلشت تغلي معنا المي رح ضيف الرز انا فوق المي. ونحركه. مجرد حركناه مع المي شوي رح هدي تحته انا، خلي النار على الهادي وغطي الرز وخليه تقريبا 25 دقيقة ليستوي. بعد مضي اول 20 دقيقة رح ورجيكم شو رح نعمل الخطوة الاخيرة بالنسبة للرز البرياني، وبعد هيك بتكون وجبة اليوم جاهزة للتقديم ان شاء الله. وهلا تقريبا بعد 20 دقيقة على الرز على النار مثل ما شايفين رح نعمل خطوة اخيرة اللي رح نعمله كالتالي. رح ناخذ تقريبا ما يعادل ربع كاسة صغيرة من مرقة الدجاج اللي عم نجهزه للبرياني، رح نضيفه فوق الرز. بعدين رح ناخذ اللي هو الكزبرة وورق النعناع نضيفهم. رح نضيف كمان المعلقة الصغيرة بهار مسلة. إذا متوفر عندكم زعفران فرح تذوبوا تقريبا زعفران بمعلقتين كبار حليب وتضيفوهم كمان فوق هاي الخلطة. إذا ما هو متوفر عندكم فينا نكمل مثل ما رح نشوف. رح نضيف معلقتين صغار زيت جوز الهند. مثل ما حكينا مرة تانية إذا ما هو متوفر عندكم فيكم تستخدموا معلقتين كبار زيت نباتي أو سمنة. وهلا رح نحرك المكونات هاي مع بعضها كلها. راح نعيف الرز هلا ال5 دقايق الباقي. وهلا بعد 25 دقيقة بالضبط انا راح طفي على الرز. مثل ما شايفين الرز هلا البرياني جاهز. وبعدين راح نبدأ بالتقديم. مثل ما شايفين هلا بالنسبة للدجاج تقريبا هلا استوى، تقريبا صار لهم ساعة على النار. كمان راح طفي تحتهم ونبدأ بتقديم البرياني. وهلا مثل ما شايفين بعد ما خلصنا الرز انا صبيته بصحن التقديم. طبعا طريقة التقديم تختلف ومن بيت لبيت وحسب الذوق. في ناس ممكن تخلي الرز لحال وتصب الدجاج البرياني لحال، في منهم بيخلطوهم مع بعض قبل ما يقدموهم بحيث يخلطوا الدجاج مع البرياني مع كله وبعدين بيحطوه بصحن التقديم. وفي ناس بتحب تخلي كل شيء على حال، ممكن تخلي الصوص لحال، ممكن تخلي الرز لحال او الدجاج لحاله مثل ما حكينا. انا هلا راح احط القطع الدجاج فوق البرياني مثل ما راح نشوف وبيكون جاهز للتقديم. ومثل ما شايفين انا كيف حطيت المكسرات والزبيب والبصل اللي عملناهم اول الفيديو كيف وزعتهم على البرياني. وهلا مثل ما شايفين انا حطيت الدجاج فوق البرياني، حطيت الصوص عليه كمان، وراح اضيف كمان صوص اضافي جنبه في حال حبينا خلال الاكل يعني نضيف صوص عليه. والف صحة وهنا.